اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. حبايبي الحلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، صحة وسعادة، اللهم امين يا رب العالمين. يلا نسمي بسم الله ونصلي على الرسول ونبدأ فيديو النهاردة ونشوف هنعمل ايه. معانا كوباية سمنة، ومعانا كيلو دقيق، ومعانا طبعا رشة ملح، ومعانا كيس بيكنج باودر. طبعا كيس البيكنج باودر ده ما هناخدش منه غير معلقه واحده، ومعانا معانا كوبايه الا ربع سكر، يعني كوبايه الا ربع سكر، وكوبايه سمنه، ورشه ملح، ومعانا معلقه، هناخد معلقه كبيره بيكنج باودر. هي الطول اللي فاضله في الكيس معلقه واحده، انا كنت عامله بيها قبل كده، فانا خدت ايه اللي فاضلين كده، طلعوا معلقه واحده وكبيتها. يبقى المقادير: كوباية السمنة، كوباية الا ربع سكر، رشة ملح، هنقول نص معلقة ملح او معلقة ملح صغيرة، ومعانا ورقة، ناخد معلقة بيكنج باودر. طبعا ايه ده؟ القراقيش طبعا بس العجين كده، الدقيق كله ببعضيه عشان السمنة تشرب في الدقيق. هنفضل نبس كده فيها لحد ايه ما الدقيق ايه والسمنة يشربوا ببعض. بعد كده هنجيب اللبن، انا هعجنه باللبن يا جماعة، ما هعجنوش بالمية، انا كنت هعجنه بالمية وبعد كده قلت مش هينفع، طبعا قلت نعجنه باللبن. اللبن هيبقى احلى ويبقى نافش حلو معاكي كده. انا جربته بالمية وجربته باللبن، بس انا لقيته افضل باللبن، هيبقى احلى واحسن من بالمية. اللي وصل لحد هنا يا جماعة ما ينساش يحط اللايك وشير يا جماعة عشان الفيديو يترفع. بالله عليكم حطوا اللايك عشان الفيديو يشاف ويترفع. حطوا اللايك يا جماعة. ربنا يديمكم نعمة في حياتي يا رب. احسن واجمل اخوات في الدنيا، ربنا يجيبكم في حياتي ويخليكم ليا، انتوا سندي في القناة. طبعا دلوقتي احنا بنفرد العجينة، بعد ما عجناها وخلصنا بنفرد فيها، هنفردها طبعا بالنشابة، وبعد كده ايه نقطعها بالسكينة. طبعا هناخد الجناب دي احنا مش عايزينها خالص، الحروف دي مش عايزينها خالص، هنشيلها طبعا، بس احنا مش هنرميها، هناخدها برضي ونعجنها تاني ونرجع تاني نفردها تاني. طبعا كده هنعملها زي الصوابع كده، هنقطعها ايوه كده زي الصوابع، وبعد كده نرجع تاني نقسمها تاني. طبعا انتوا عرفتوا المقادير، ونقول تاني المقادير: كوباية سمنة، كوباية الا ربع سكر، رشة ملح، معلقة بيكنج باودر، وكيلو دقيق. بصوا فردنا العجينة، وبعد ما فردناها قطعناها زي ما انتوا شايفين كده صوابع، هنستفها في الصواني. معاكي ذات واحدة كبيرة واحدة صغيرة يعني عادي، يعني مش احنا هنوزنهم بالميزان، احنا هنقطع كده وخلاص زي ما انتوا شايفين. برضه فردنا واحدة تاني وهنقطعها برضه، نعملها برضه صوابع. دي قرايش للفطار، بالليل وانت قاعدة تسالي كوباية لبن كده، لبن بالشاي كده تاكلي بيها، يعني طعمها حلو كويس وحلو خالص والله، وهتبقى حلوة في الأولاد وحلوة للكبار، زي التسالي كده. الواحد يدي بالليل وهو قاعد كده كوباية الشاي باللبن، او كوباية الشاي عادي من غير لبن، هي كل بيها. رئيش حلوة طعمها حلو ولذيذ، ده جربوها تعجبكم. طبعا هنقطع كل الكمية بنفس الطريقة، هنفرد ونقطع كده اما نخلص الكمية كلها.
طبعا احنا مش هنخليها تقعد تستنى ولا اي حاجة، هنوديها على الفرن على طول. اخر ما نخلص هنوديها الفرن على طول. دي ولا هنستناها تخمر ولا تريح ولا اي حاجة، يعني احنا اخر ما هنخلص هنروح محطينها في الفرن، لان دي احنا ولا حاطين خميرة ولا حاجة، حاطين بيكنج باودر وبيكنج باودر وخلاص. طبعا القراقيش دي مبتحطلهاش ولا خميرة ولا اي حاجة غير البيكنج باودر زي ما انتوا سمعتوا المقادير. سمنة ودقيق ولبن ورشة ملح ومعلقة بيكنج باودر. هنعمل كل العجينة بنفس الطريقة. انا قطعت معي 3 صواني صغيرين وصينية كبيرة، يعني عملوا كمية حلوة. عمل حوالي يعني الكيلو الدقيق عمل حوالي 3 كيلو قراقيش، يعني عملوا الصينية من الصواني ملوها خالص، يعني عملوا كمية كبيرة. والله العظيم اولادي بياكلوا بيه في الصبح وبالليل، يعني لو حب واحد يعني هو كويس لو عيل داع كده يعني بيتسلى بيه زي تسالي. طبعا نفرد واحدة تاني برضه معاكم. بصوا احنا اي حاجة بنشيلها ما بنرميهاش، بنرجع تاني نفردها. يعني هدي مثلا هنشيل كل اللي هنشيله ده هنرجع تاني نفرده تاني، نعجنه ونفرده تاني، منرميش اي حاجة. والله العظيم مش مكلفة ويعني وسهلة وبسيطة. رئيش العيد دي احنا بنعملها كل عيد. زي ما انتوا شفتوا عملنا معاكم كحك الناعم وعملنا معاكم البيتيفور. انا بعمل قراقيش وبعمل برضي بسكوت بالعجوة. ما تنسوش تكتبولي في الكومنتات انت من بلد ايه، انتوا من بلد ايه. حبايبي اللي بيدخلوا يدخل الفيديو يتفرجوا على الفيديو يكتبولي في الكومنتات انتوا من بلد ايه. ربنا يخليكم ليا ويديمكم نعمة في حياتي يا رب. احلى واجمل اخوات في الدنيا. حطوا اللايك واشتركوا في القناة عشان يوصلكم كل جديد. الشير يا جماعة قبل الفيديو يترفع والناس تشوفه. بحبكم في الله. طبعا برضه عملنا فردنا واحدة تاني كده وبرضه قطعناها بنفس الطريقة. طبعا نقطع كل الكمية على نفس الطريقة ونفس التوازن. بصوا صابع جنب صابع، ستفهم كده جنب صابع جنب صابع كده ايه ده لما نخلص الكمية كلها. هو فيهم شي صوابع كبيرة وصباح صغير معلش، بس برضه يعني هو استوى كله استوى زي بعضيه. انا بظبطت الفرن ما تعليش النار على اساس ايه ما يطيبش بسرعة، يعني حمرش بسرعة معاك، يعني ياخد ويدي على الفرن عشان يستوي. يعني النار تحاولي ما تخليش النار عالية فوق وتحت، قام ياخد ويدي معاكي كده الكمية كلها. شوفوا عملت صينية كبيرة وعملت 3 صواني اهو، 4 صواني مش 3، 4 صواني صغيرين. اهو الصينية الكبيرة هناخدهم نحطهم في الفرن. طبعا احلى قراقيش للكبار والاطفال وحلو خالص والله، وطعمها حلو ولذيذ. متنسوش اللايك والاشتراك في القناة عشان يوصلكوا كل جديد مني، عشان قناتي تكبر بيكم ومعاكم. وكده الفيديو بتاعنا يبقى خلص، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة